السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. أهلا بكم بقناة مطبخي. راح نسوي اليوم أشهر طبق موجود بالمطبخ العراقي اللي هو الدولمة. طبعا الدولمة راح نحشيها بكل أنواع الخضار اللي إحنا نحبها. بس قبل ما نبدي أتمنى تسووا لي لايك وشير للفيديو، ولا تنسون التعليق الحلو. يلا نبدي ونقول بسم الله. عندي هنا 2 كوب من التمن العنبر، عليه 1 حبة من الطماطة أو 1 حبة من البصل مع الثوم، ونص باقة من الشبنت والمعدنوس، ونص كيلو لحم عجل يكون دهين. راح أضيف ملعقة صغيرة من الكمون، وملعقة صغيرة من سبع بهار، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكاري، وملعقة صغيرة من البابريكا، وملعقة كبيرة من اللامندوزي، وملعقتين كبيرة من الملح. راح أضيف ملعقتين كبيرة من المعجون، وراح أضيف ربع كوب من الدبس الرمان. طبعا هاي أسرع وصفة دولمة وأطيب وصفة دولمة. راح أخلط المكونات مثل ما تلاحظون حبايبي. هنا إذا تلقوها ناشفة تضيفون عليها ربع كوب من الزيت. هاي الخضار اللي راح أستخدمها طبعا منقعتها بمي حار وخلتها على صفحة. عندي قدر راح أضيف عليه كمية من الزيت، وراح أخلي بيه عيدان ماء سلق مثل ما تلاحظون. راح أخليه بالقاعدة، وراح أضيف عليه الباقلة. طبعا أنا حبيت أخلي هنا الباقلة تكون مثلثة، وراح أبدي ألف كل الخضار مثل ما تلاحظون حبايبي. هذا السلق راح أبدي ألفه. طبعا وصفة تخبل أنصحكم بنات تجربوها بهاي الطريقة. هنا أنا بديت ألف كل الخضار: البصل والباذنجان والفلفل والشجر والطماطة. راح أصفطهن بالقدر، ومن تفور راح أضيف الصلصة اللي هي عبارة عن 1 كوب من الماء ومعجون ودبس الرمان. راح أخليها لمدة ساعة ونص. هذا شكلها النهائي. طبعا شكلها كلش يفتح النفس. علينا وعليكم بألف عافية. لا تنسون تسوي لي لايك وشير للفيديو، وأهم شي التعليق الحلو. وألف عافية. علي من أول كلمة صار اسمك نغمة لحن عاش فيه علي. مذ أطلقت اسمي قالت لي يا أمي لا تترك علي. علي بالصحن نشأت ثم اليوم صرت طفلا حيدري. مولاي فاحضني حكمك الدافئ لي يرسم في وجهي ابتسام الامل. لذا انا اقوى كلما صحت عدل.